الكتاب اللي معانا النهاردة بيمثل انقلابا مدويا على التاريخ التقليدي الذي يتبناه الجميع ويقلب كل المسلمات رأسا على عقب فيما يتعلق بالتاريخ اليهودي وحقوق اليهود المزعومة في أرض الميعاد وكشف حقيقة فرعون ملك الهكسوس أو العماليق. الكلام ده هنلاقيه مكتوب في كتاب اسمه فرعون ذو الأوتاد من تأليف أستاذ أحمد سعد الدين ومراجعة أستاذ منصور عبد الحكيم. في البداية كده لازم نعرف ان الكتاب ده بيسجل فترة من اهم الفترات في تاريخ مصر ومنطقة الشرق الادنى، ومن خلاله هنعرف تاريخ نشأة الاجناس البشرية والشعوب الناشئة من بعد الطوفان، طبيعة الظروف والاحداث اللي حصلت في الفترة دي، وحقيقة سكان الشرق الادنى في نفس التوقيت، وبداية تواجد بني اسرائيل كقبيلة صغيرة وسط تلك الشعوب، وتاريخ فلسطين والشام في نفس الفترة بالمقارنة مع تاريخ مصر. والكتاب ده بيثبت من الناحية التاريخية والدينية والأثرية بما يتوافق في الأساس مع ما جاء في القرآن الكريم، كذب ادعاءات اليهود ومزاعمهم حول هوية فرعون وإنه كان في زمن مختلف تماما عن اللي قالوه، وبيثبت كمان براءة ملوك القبط المصريين من تهمة الفراعنة اللي اليهود اتهموهم بيها، وخصوصا الملك رمسيس الثاني وابنه الملك مرمبتاح، أشهر ملوك الأسرة التاسعة عشر والمعروفة باسم أسرة الرعامسة. مش كده وبس، لا ده الأستاذ أحمد سعد بيضحي، ده هيثبت كمان بالأدلة إن فرعون وقومه ليسوا من القبط المصريون ولكنهم قوم آخرين نزحوا من خارج مصر، ويعرفهم المؤرخين العرب باسم العماليق، ويعرفهم المؤرخون الإغريق باسم الهكسوس، ويعرفهم المصريين القدماء باسم العمو. يا جدع ده حتى فرعون اللي كفر بربنا ما سلمش منهم. المهم من الكتاب ده هنعرف إن اليهود ملهمش بفضل في بناء اي حضارة ولا اهرامات ولا غيره، وهنعرف كمان بالادلة عروبة ارض فلسطين قبل ان يوجد فيها بني اسرائيل بالاف السنين، واكذوبة الارض الموعودة ومملكة اسرائيل الكبرى اللي تمتد بزعمهم من النيل للفرات زي ما بيحوروا علينا كده. الكتاب ده انا شايفه مفيد جدا ومهم لاي حد مهتم بالقضية الفلسطينية وبالتاريخ عموما. والكتاب ده معدي 900 ورقة، وطبعا انا مش هقدر اقول كل اللي فيه وهحاول اختصر بقدر الامكان، ولكن عشان تبقى عارف ان الكتاب ده مليان معلومات وادلة كتيرة جدا، لو انت حابب تتعمق تقدر تجيبه وتعيش معاه. فانا قررت اقسمه اجزاء عشان نستفيد ونقدر نستوعب الكلام. ندخل بقى على الجزء الاول من الكتاب وهو بعنوان احوال مصر وشعوب الشرق الادنى في زمن سيدنا ابراهيم عليه السلام. بص يا سيدي، عشان نفهم الحكاية لازم نجيبها من الأول خالص. هتقولي من أول فين؟ هقولك من أول سيدنا آدم عليه السلام. دكتور رشدي البدراوي في كتاب قصص الأنبياء والتاريخ بيقول إن آدم وحواء خرجوا من الجنة ونزلوا الأرض في مكان واحد، والأستاذ ويلز في كتاب معالم تاريخ الإنسانية بيقول إنهم نزلوا تقريبا في آسيا الجنوبية الغربية، والمقصود بالمكان ده هو اليمن. الكاتب بيقول ان ذرية سيدنا آدم عليه السلام كانت متركزة في اليمن، فمنهم من اتنقل للغرب عن طريق مضيق باب المندب، واللي بالمناسبة فكانت الأرض عادية يعني تقدر تعدي عادي بعكس دلوقتي، وده حوار جيولوجي مش موضوعنا خالص. المهم ان في ذرية راحت شرق جنوب آسيا، وفي منهم طلع للشمال واللي هي دلوقتي الجزيرة العربية. وبداية انتشار الإنسان كانت من بلاد ما بين النهرين، والمقصود بها العراق، وده طبعا عشان نهر دجلة والفرات بحكم الأكل والشرب والزراعة وبداية أي حضارة. واجتمع العلماء والمؤرخين إن الحضارة السومرية هي أول وأقدم حضارة في التاريخ. وعشان نبقى متفقين إن الناس قبل سيدنا نوح كانت أمة واحدة، وعلى فكرة الفرق بين سيدنا آدم وسيدنا نوح يقدر ب1000 سنة. الشيخ الألباني بيقول إن من الثابت في الشرع إن الناس منذ أول عهدهم كانوا أمة واحدة على التوحيد، ثم طرأ عليهم الشرك، والدليل على كده الآية 213 من سورة البقرة. تعال أقولك بقى موضوع الشرك بدأ إزاي. في عهد سيدنا نوح وتحديدا في العراق كان في 5 رجالة معروف عنهم الإصلاح والتقوى وأعمال الخير، وأساميهم هي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. نسر ده اسم غريب قوي. المهم يا سيدي الناس حبتهم جدا وتقربوا منهم وبقى معروفين، وفجأة الرجالة ماتت في وقت واحد، فالناس زعلت عليهم جدا. فجي راجل يقال انه من نسل قبيل واقترح عليهم انه يعمل لهم 5 تماثيل على نفس شكل الرجالة اللي ماتت، والناس رحبت بالفكرة وبقت الناس تروح للتماثيل دي وتتجمع عندهم. ومع مرور الايام والسنين الناس نسيت اصل الحكاية وان وجود الاصنام دي للذكرى
وبقى اللي عايز حاجة او اللي ليه طلب معين بقى يروح عند التماثيل دي ويقعد يدعي. ومن هنا بقى بدأت عبادة الأصنام. لو الدنيا معاك تمام ادي لايك. وبكده قوم سيدنا نوح هم أول من ابتدعوا عبادة الأصنام بوحي من الشيطان، والناس من بعدها انتشروا واتفرقوا بعد الطوفان، عقبال اللي ما يتسموش يتفرقوا هم كمان. بالنسبة اللغة كانت ساعتها واحدة، كله بيتكلم بنفس اللغة من أول سيدنا آدم ولغاية سيدنا نوح، واللي سموه العلماء الشرقيين باللغة العروبية أو الجذرية، وده بعكس علماء الغرب اللي اعتبروا اللغة الأم هي اللغة السامية. ومن بعد الانتشار ابتدت اللغة تتغير وطلعت كل اللغات اللي موجودة دلوقتي. والدليل على كده ان اسم سيدنا آدم وستنا حواء هي اسماء عربية، واسم سيدنا نوح والخمس رجال اللي قلتهم من شوية هي اسماء عربية، واسم سيدنا ابراهيم والسيدة سارة والسيدة هاجر واللي هي اصلا مصرية، وابنها سيدنا اسماعيل عليه السلام واللي كان يلقب بأبو العرب وهو الابن الكبير لسيدنا ابراهيم بعكس ما اليهود بيقولوا. فكل دي ادلة على ان اصل اللغة هي العربية. نيجي بقى لابناء سيدنا نوح وهم 4، واحد مرضاش يركب السفينة زي ما كلنا عارفين وغرق، والتلاتة الباقيين وهم يافس وده الكبير، سام وده الوسط، حام وده الصغير. السفينة بقى بعد لما استقرت على جبل الجودي واللي موجود دلوقتي على حدود تركيا بدأ يكون لأبناء سيدنا نوح ذرية، ومن ذرية يافس هم الأتراك والصقلبة ويأجوج ومأجوج اللي هيطلعوا في آخر الزمن دول، ومن ذرية حام القبط والسودان والبربر والزنج والحبش. ولغاية هنا والدنيا تمام. نيجي بقى لسام ومن ذريته العرب والفرس والروم، يعني مش زي ما اليهود ما بيقولوا انهم بس اللي ابناء سام وان دي كلها اختراعات وان اصلا ما اسمها معادات السامية. المهم يا سيدي سام ده كان عنده 5 ابناء وهم علام واشور وارفكشاد او ارفخشد ولود او لاوز وارم او ارام. انا بقول ليه؟ لان هي بتختلف الاسم من مكان لمكان ومن منطقة لمنطقة، فعلى حسب لغة كل واحد وعلى حسب ما بيقولها. هي كتبت في الكتاب اللي اسمين. المهم علام ابن سام ده ومن ذريته العلاميون، ودول سكنوا شرق نهر دجلة وغرب بلاد فارس. الابن التاني وهو اشور ومن ذريته الاشوريين، ودول سكنوا شمال العراق. ارم او ارام ودول من ذريته قوم ثمود وعاد، ومن نسله كان سيدنا هود وصالح، والاراميين دولت سكنوا دمشق. ارفكشاد او ارفخشد ودولت من نسله يقطان وفالج، واللي من ذريته سيدنا ابراهيم وسيدنا لوط. وبالمناسبة سيدنا ابراهيم يبقى ابن اخوه سيدنا لوط، يعني سيدنا لوط يقول لي يا سيدنا ابراهيم يا عمي. الابن الاخير هو لود او لاوز، وده كان يلقب بابو العماليق، واللي سكنوا وسط وغرب الجزيرة العربية لغاية الشام في الشمال، وده اللي ما اتذكرش في التوراة. بس المؤرخ محمد بن اسحاق قال ان لود او لاوز كان عنده 4 ابناء وهم طصم وعمليق وجرجان وفارس. فارس مشيها برضه. المهم من العماليق دولت ام الجاسم، ومنهم وبنو هزان وبنو مطر وبنو الازرق، ومنهم بديل وراحل وبرابرة الشام وفراعنة مصر وظفار اللي منهم الكنعانيين، واللي منهم اليوبسيين. واليوبسيين دولت هم اول ناس سكنوا وبنوا مدينة بيت المقدس. وعشان كده اللي كتب التوراة واللي يقال اسمه عزرا وتلامذته كانوا قاصدين ما يجيبوش سيرة عن لود وابنائه، وقالوا ان الكنعانيين والعموريين دولت ابناء حام عشان ما يكونش ليهم حق في الارض. ومش كده وبس، دولت همشوا وقللوا قيمة واهمية دور الكنعانيين في التوراة من الزراعة والصناعات الفخارية وحضارتهم، ونسبوها كلها للعبرانيين. والعبرانيين دولت هم من ابناء عابر ابن شالح ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح. مين اللي قال كده؟ الله ينور عليك، الطبري. وعلى فكرة العبرانيين دولت اللي جه منهم بني اسرائيل، بس مش كل العبرانيين بني اسرائيل، ولكن بني اسرائيل كلهم عبرانيين. نيجي بقى لكذب التوراة الملفقة وتزييف حقيقة اهل الكنعانيين والعموريين العمالقة وغيرهم من الشعوب السامية العروبية. تعمدوا كاتبوا التوراة في سفر التكوين نفي الصفة السامية العروبية عن بعض الشعوب، وادعوا حقيقتهم للارض واطلقوا عليها ارض الميعاد، وده على اساس حاجتين. الحاجة الاولى وهي ان ربنا وعدهم بالارض زي ما قالوا في التوراة المتحرفة. هتقولي طب انت عرفت منين يا عم عمرو ان التوراة دي متحرفة؟ هقولك الدليل موجود في الآية 79 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
صدق الله العظيم. والحاجة التانية انهم يأكدوا على ان الاصل السامي لبني اسرائيل بس، وان الكنعانيين والعموريين العماليق واليابوسيين من ابناء حام، وكده ما يكونش ليهم حق في الارض. ايه بقى الدلائل على عروبة فلسطين والشام والقدس؟ هقول لك يا سيدي، من الدلائل دي هي الاكتشافات الاثرية اللي لقوها بيت شان بياسان، واللي بيعود تاريخها للعصر الحجري النحاسي من 5000 قبل الميلاد لغاية 3000 قبل الميلاد، واللي منها الفخار بأنواعها وألوانه وأشكاله المميزة. ولقوا كمان في مدينة اليابوسيين سور كبير بيعود تاريخه للقرن التاسع عشر قبل الميلاد، ده غير أسماء المدن والممالك اللي بيرجع أصلها لأسماء كنعانية وعمورية. المؤرخ الاسكتلندي آن جيمس فريزر بيقول إن الناطقين بالعربية من فلاحي فلسطين هم من ذريات القبائل اللي استوطنوها قبل الغزوة الإسرائيلية لها في عهد سيدنا داود، وإنهم ما زالوا متصلين بالأرض ولم يقتلعوا منها، وإن طلعت عليهم موجات من الفتوح فإنهم ثبتوا وأقاموا. والمؤرخ البرايت قال إن الكنعانيين كانوا الأساس في تكوين الحضارة في مدينة القدس. هنجري بقى في الزمن شوية عشان نوصل لسيدنا إبراهيم عليه السلام. اتذكر في التوراة إن سيدنا إبراهيم اتولد في أرض الكلدانيين جنوب غرب الفرات، وسيدنا إبراهيم كان رحالة وفضل يتنقل بين البلدان من بلاد الرافدين وبابل لحران في شمال سوريا وأرض الكنعانيين اللي هي فلسطين دلوقتي. وما كانش في حد مؤمن في الوقت ده غير سيدنا إبراهيم والسيدة سارة وابن أخيه سيدنا لوط. بس في التوراة زودوا شخص كمان وهو اسمه ملكي صادق، والراجل ده يعتبر أسطورة. ليه بقى؟ عشان اتذكر في سفر أخنوخ إن جه الدنيا كده من غير أب ولا أم وحتى ملوش أولاد. وفي سفر التكوين اتقال إنه قبل الطوفان طلع السما ونزل تاني بعد الطوفان عفريت، الله اكبر عليه. المهم عرفت ليه انا بقول عليه اسطوره؟ المهم الراجل ده كان ملك اورشليم واستقبل سيدنا ابراهيم لما انتصر على ملوك كسرى عشان يحرر ابن اخوه سيدنا لوط وقدم له خبز وخمر. الكاتب بيقول ان مفيش حاجه مؤكده على الكلام ده كله، لان مفيش ولا دليل واحد غير اللي موجود في التوراة والأسفار بس. حتى فكرة ان سيدنا ابراهيم استقر في فلسطين ما كانتش غير اقامة مؤقتة في الصحراء كبدوي رحالة، وبكده سيدنا ابراهيم ملوش موطن محدد او ثابت. حتى اليهود قالوا عليه بنفسهم انه ارامي تائه. حتى سيدنا اسحاق ويعقوب كانت حياتهم برضو الترحال. وكمان فكرة تهويد سيدنا ابراهيم باطلة، لان عندنا دليل قاطع من القرآن ان سيدنا ابراهيم ما كانش يهودي. ده حتى كمان ان سيدنا ابراهيم زار مصر ما اتذكرتش غير في التوراة بس. نرجع بقى لليهود والحوارات اللي عملها دي كلها عشان يقول ان سيدنا ابراهيم جدهم اتولد في العراق وعدى على سوريا وفلسطين ومصر، ويبقى كده ارضنا من النيل للفرات اللي هو عبط احنا عصام. نيجي بقى لبداية عصر الاباء عند بني اسرائيل. عشان ما اطولش عليك، اللي كتبوا التوراة اعتبروا ان ميلاد سيدنا اسماعيل واسحاق ويعقوب هم الاباء، عشان في الاجزاء اللي جايه ان شاء الله هنتكلم عن سيدنا يعقوب واللي اطلق عليه اسرائيل وبالتبعيه ابنائه، واللي منهم سيدنا يوسف ويهوذا، ومن الاسم ده اللي الشوط الاول من الكتاب. لو استفدت حاجه عرفني، ولو ما استفدتش برضه عرفني. ما تنساش الشير واللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.